الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. البنات اليوم جيتكم وصفة جميلة جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بطريقتي. خليكم معي بتشوفوا تفاصيلها. والوصفة تاع اليوم هو الفطير المشلتت المصري ان شاء الله بكل تفاصيله باذن الله. ونقول لكم هو شبيه بالمسمن تاعنا او كما نقولوا حنا المطاوي في شرق الجزائر. المهم يكون مرق، لكن الفرق هنا يتعمل بالدقيقه والفارينه، اما احنا في الجزائر يستعملوا بالسميد. وثاني في المسمن يستعمل بالزيت، هذا يستعمل بالزبده او السمن او خليط. اليوم راح ندير لكم بخليط جميل جدا يديروا القربشه والطراوه والتوريق في نفس الوقت. حاجه مليحه بزاف، تنفع تاكلوها بالمالح مثلا بالجبن بالقشطه يعني، او تاكلوها بالعسل او كفطور، او جاكم ضيف على غفله تعملي وحيده او اثنين، وان شاء الله تعجبكم بزاف بزاف. واللي شاف طريقه من قبل هذه انسيها خلاص وخليكم مع طريقتي، وان شاء الله ناجحه مليون بالمية. ويلا نشوفوا. اول حاجه نقول لكم هنا راني لقيت المدينه في فرنسا، شريت المدينه وحنستعمل شويه زيت ونستعمل الزبده. اي زبده عندك الزبده تستعملي السمن تاني خليه ما شاء الله هو في الاصل تعمل بالزبده او بالسمن، لكن اليوم نديروا له بخلطه. اول حاجه العجين تاعنا نشوفوا باي المقادير العجين تاعنا، وان شاء الله نخليكم كل شيء تفاصيل في صندوق الوصف، ودائما نخليكم المقادير في صندوق الوصف تاع اي وصفه ننزلها معاكم. وما تنسونيش في الجيم البنات او اللايك الجيم اللي يخلي الفيديو يترفع والقناه تكبر بكم وليكم. ويلا بسم الله ونقولوا بسم الله ونبداو. هنا حطينا الفارينه، راح ندير المقدار تاع 2 كيلو ونخلي لكم في صندوق الوصف تاع كيلو، مقدار تاع كيلو. هنا نحطوا فقط الفارينه تاعنا او الدقيق كما نقولوا في الدول العربيه الثانيه، ونزيدوا هنا نحط مغرفه كبيره او ملعقه تاع سكر عادي، ونص ملعقه تاع ملح. اذا كنت تعملي كيلو ديري كيلو دقيق او فارينه دقيق، يعني الفارينه ماشي الدقيق تاعنا في الجزائر. كيلو فارينه نحطوا له نص مغرف تاع سكر وربع مغرف تاع ملح. هادو راح نستعملوا. طبعا ممكن تعملي بيتخا، ما عندكش بيتخا تعجني بيدك، وان شاء الله نديروا المره القادمه ان شاء الله الوصفه بالايد، باش يعني كل وحده والموجوده عندها الجود في الموجود. البنات الماء هنا بما ان رانا في البرد نستعملوا ماء دافي، اذا كنا في السخانه او في الصيف نستعملوا الماء العادي من الحنفيه، يعني يكون دافي شويه. طبعا فقط الفارينه والملح وشويه السكر والماء دافي، ما نحطوا لا خميره ما نحطوا لا بيكنج باودر لا اي شيء. اهم حاجه في الفطير اسرار نجاحه انك تعجنيه مليح مليح، تعجنيه بزاف حد ما تشوف العجينه تاعك في البيتخا. شوفي تمسح البيتخا يرجع كانك غسلتيه، تتلم كيما هكا كيما راكم تشوفوا، وتكون العجينه لا هي طريه بزاف لا تكون ناشفه، تكون طريه مايله للطراوه. طبعا تلصق شويه، وطبعا ندهنوها بشويه زيت نخليوها ترتاح. بما ان رانا البرد نخليها نص ساعه او اكثر، قد ما تخليها تريح قد ما الفطير يكون ناجح معك. دوك نعاودو كما قلنا من سر نجاح الفطير انك اول حاجه تعجنيه مليح، تدلكيه مليح كيما المسمن، وثاني تخليه يريح. وبعد ما يريح نديروا الكرات نتاعنا كيما راكم تشوفوا. طبعا عدد الكرات اللي راح نستعملوها يعني كل واحد حر. انا ندير يعني الحجم ما يكونش يعني كبير خشين بزاف، راح ندير 6 كرات صغار، والكره الخارجيه تكون كبيره. هذه اللي في يدي هي الكره اللي تكون الخارجيه اللي راح نغلف بها. نحط هذه الاولى كي نحل ورق نحل هذه الاولى ونحل ورقه فوق ورقه. للاسف المقطع تاع وانا نحل في الورق دوك نوريكم راهو تقطع مني ما تصورش، لكن ان شاء الله نشرح لكم بالكلام ونزيدوا نديروها عمليه شحال من مره. هنا كما تشوفوا نقريصوا 6 صغار، الكل يعني واحده مسمن ندير واحده وسط كما هذه والسته صغار. انا اليوم راح ندير 4 متوسط الحجم ماشي كبار بزاف وماشي صغار. وانتي اذا حبيتي ديري واحده نص كيلو تاع فارينه يكفيك، ديري قرصه هذيك الكبيره وسته صغار. نص كيلو فارينه راه يكفيك، يعني ممكن تزيدي دير اكثر من يعني كريات بنص كيلو كيما راكم تشوفوا. نكوروه كيما هكذا ونخليوه يزيد يريح، نغطيوه بفيلم او بكيس بلاستيكي زيد تريح. لازم اهم حاجه يريح معاك الفطير. ودوك بعد ما نكملوا هاد القرص بعد نزيدوا نحلوه نزيدوا نخليوه يريح. هنا بما راح ندهنوه انا حطيت الزبده حوالي هنايا تقريبا كل شيء نص كيلو. هنا انا راح ندير 2 كيلو تاع مسمن عفوا تاع فطير. اذا درتي كيلو ديري ربع زبده وملعقه تاع كيما انا درت سمن، انا درت سمن نباتي لان هذا المدينه يخلي يديروا التوريق.
وديري حوالي فنجان تاع الزيت، ما تكتريش. المهم هنا للاسف كما قلت لكم نفتحوا الورقه الاولى نديروها كيما المسمن، نزيدوا نحطوا فوقها الثانيه دوك الصغار، الثالثه الرابعه حتى السادسه، والورقه الاخيره نزيدوا نغلفوا بها وندخلوا هذاك العجين كلشي من تحت ونطرحوه ونزيدوا نخليوه يرتاح قبل ما نطيبوا. للاسف المقطع راهو تقطع مني، وان شاء الله نوعدكم نعاودوه بالتفاصيل الممله ان شاء الله. وكما قلت لكم اهم حاجه تدخلي في كوشه او في فرن يكون سخون ومن تحت فقط، وكي تبداي تنفخ معاك كما شفتي، والنفخه هذه ما شاء الله يعني دليل انه نجح. تعاودي تشعلي الفور تاعك من الفوق فقط باش ديروا اللون. انا الفور تاعي شاعل من الجناب وما شاء الله كما راكم تشوفوا التوريق راهو هايل، الريحه راهي هايله. حبيتكم تسمعوا القرمشه ما شاء الله. بنتي انا تقول لكم عملوا لي الجيم، ما تنساوش الجيم البنات. وكما راكم تشوفوا للتقديم يتكلم مع النوتيلا مع المربى مع العسل مع القشطه، او المصريين ياكلوه ثاني مع الجبنه القديمه. واكيد اكيد اكيد ان شاء الله تجربوا الوصفه تعجبكم بزاف بزاف بزاف. الجبنه القديمه ان شاء الله نوريكم طريقتها، وان شاء الله باذن الله تشوفوا كل الوصفات الجزائريه 100% مصريه عربيه اوروبيه ان شاء الله في قناتنا. فقط نحتاج منكم من تشجيع والمشاهده الفيديوهات باش القناه تكبر بكم وليكم. شايفين التوريق ما شاء الله، شوفوا راه مرق الله الله بسم الله ما شاء الله، ورقه برقه. عفوا البنات كما راكم تشوفوا هذه كانت اخر وحده خرجتها. المهم شوفوا كيف ما شاء الله القرمشه، وثاني كيكون طري من الداخل، والقرمشه الزيت يديروا القرمشه والزبده والسمن يديروا الطراوه والتوريق. وان شاء الله كيما قلت لكم الطريقه تاعو سهله خلاص. تطرحي بعد ما تطرحي يعني تخليه يرتاح، تقيسيه تخليه يرتاح، ومن بعد تطرحي الورقه الاولى كي المسمن الكبيره تفتحيها خلاص، تحطي فوقها الورقه الثانيه المتوسطه والثالثه يعني الحجم اللي حبيتي ديرين هذا 6 كرات. والورقه الاخر هذيك الكبيره تكون تجمع تقفلي عليها تقفلي بها، ومن بعد زيدي تخليه وهو مطروح يزيد يرتاح. وبعدين ندخلوا في الكوشه تكون سخونه في الاول، تهدي عليها في كي يقرب يطيب، وتشوفي ديك النفخه تبوط لك كما يقولوا. تعاودي تشعلي الفرن من الفوق باش يدي اللون. كما راكم تشوفوا التوريق راهو هايل، وتكون يعني تنفع كغداء او عشاء او مثلا فطار صباح، يعني ما شاء الله. جربوها ان شاء الله وتعجبكم. نكتب لكم مقادير في صندوق الوصف. اذا حبيتي تعملي كيلو، حبيتي تعملي نص كيلو ان شاء الله، جربي في نص كيلو او كيلو وان شاء الله حيعجبك وتعملي كميه كبيره. وانا طبعا الكميه ما كلناهاش كامله، فقط تفرزيها باش ماشي كل يوم نعمل. وكما تشوفوا يتكلم مع اي حاجه تحبي تاكليها، مربى جبن يعني مالح وحادق كما يقولوا. المهم ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الفطير المصري مشلتت ان شاء الله على طريقه مطبخ ويوم تدابير ام الاولاد. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.